السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الذكرى 49 للمسيرة الخضراء. سيرة أم وشعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الذكرى المجيدة نترحم على صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني العبقري الذي أنجز هذه المسيرة من أجل استكمال وحدة سيناء الترابية، فلا زالت هنالك سبتة ومليليا والصحراء الشرقية. ولكن بالمناسبة أقول أن هنالك ولاد الحرام المسخين الخونة الذين يستغلون كل الاستحقاقات النضالية لحقوق الإنسان التي ناضل من أجلها المغاربة، وينصرون إيران وحزب الله وهم أعداء الوطن، أعداء الأمة المغربية. فكيف تكون أنت تناصر إيران ولا تناصر بلدك وطنك؟ أولا فأنت ولد الحرام، أنت مسخوط الوالدين، أنت لا خير فيك. فكلنا يعلم ما قام به المغرب من أجل القضية الفلسطينية، وأبعد من ذلك أحمد المنصور الموحدي، لولاه لما كان لفلسطين اليوم كلمة. فتخرجون في الشوارع وتتهموننا بالصهيونية وبالتطبيع، نعلة الله عليكم إلى يوم الدين. ففي المغرب 2,000,000 من حفظة القرآن تناصرون الشيعة أعداء الله وأعداء رسول الله، ولا تخرجون من أجل نصرة القضية الوطنية. ولكن نعلم أن هذه مجرد شرذمة، مجرد أشخاص يبحثون على مواقع سياسية من أجل أحزاب سياسية، لكن المغاربة يعرفون تاريخهم وثقافتهم ويناصرون وطنهم. فهذا من جهة. هنالك خونة آخرين، وأتمنى من القوات الأمنية أن تتصرف بحزم من أجل
القبض على هؤلاء الذين يوجدون سواء في بوجدور أو العيون أو المحبس، فهم لا تقل عددهم عن 10 أو 20 شخص يناصرون البوليزاريو، كما يقول يأكلون الغلة ويسبون الملة، فلا بد من معاقبتهم عقابا لا رجعة فيه، عقاب شديد. اليوم الأحداث متسارعة، وما يثلج الصدر أن المغرب بانتصاراته الدبلوماسية وبعد خطاب الملك، فهو كان خطاب قوي مثل عاداته، أربك خصوم الوحدة الترابية، ولأول مرة الملك يربيهم، يعلمهم وأربكهم وزلزلهم. فلمجرد قول كلمة العالم الآخر فهذا يعني بأن هؤلاء الناس لا يعيشون فوق الأرض، لا يعرفون ما يقع في الأرض. يروجون للحرب، وأقول لهم إذا كانت حرب، وأنا أتمنى هذه الحرب، أتمناها شخصيا، لأنها حرب ستجعل من 30 شخص حتى 40 شخص هم من يسيطرون على الجزائر في السجون. أتمنى أن نراهم في محاكم دولية مثل ميلوزوفيتش أو تشاوشيسكو أو كل هؤلاء الذين قدموا من العالم الشيوعي ولا زالوا اليوم يسيرون دولة الجزائر. أقول لهم بأن المغرب يتدرب ويتمرن منذ سنين لمثل تهوركم، وكان له من الحكمة، كان للمغرب الحكمة ألا يجركم في حرب، لأنه يعلم بأنه هنالك العديد من النازحين سيضطر المغرب إلى مواجهة هؤلاء النازحين، وكلنا يعلم ماذا وقع في سوريا والعراق. لكن الحكمة المغربية تتصرف، وبأنكم ستواجهون العالم. إن المغرب قبل الاتفاق الإبراهيمي مع الدول الأمريكية ولا إسرائيل، المغرب كان في صحرائه وحاربكم وأدلكم، وأنتم لا تقدرون على الحرب لأنكم لم تجربوا الحرب ولا تعرفون ما هي الحرب. لكن الجيوش المغربية شاركت في حروب وتعرف معنى الحرب. حتى الجنود التي ستواجه المغرب فيتعلم أنها تحارب من أجل بدون قضية. المغرب يحارب من أجل قضيته، فالجندي المغربي يحارب من أجل قضية استكمال وحدته الترابية. أما الجندي الجزائري فماذا سيحارب؟ يحارب من أجل ماذا؟ من أجل شنقريحة أولاده في فرنسا، من أجل أموال لتبون، من أجل أموال لتوفيق مدين، هذا المجرم الخبيث، هذا المجرم الذي أتمنى من المحكمة الدولية في سويسرا أن تستكمل الإجراءات التي
قامت بها مع المجرم خالد نزار، ولو بعد وفاته يجب محاكمته ومحاكمة من معاه. وحتى أمر إلى موضوع آخر مهم، وهو أن كلمة المغرب اليوم صارت مطلوبة في العالم. just you say Morocco فهي كلمة مطلوبة في العالم. فبتاريخنا وثقافتنا فنحن موجودون وبقوة في العالم. ولم نتفاجأ لما يأتي تقني بيطري. مفهوم تقني بيطري فهو يعالج الحمير والبغال والبهائم والحيوانات، هو من يؤرخ للجزائر. ولما نرى القنوات الجزائرية والمحللين الجزائريين فنتفاجأ بغباء وبمعطيات غير حقيقية، ونتفاجأ بهؤلاء الأشخاص كيف أنهم جزائريين يتكلمون وبطريقة غبية وبليدة وبمغالطات. فهذا شيء غريب، صحيح هذا شيء غريب. قد نلوم أنه شنقريحة يوما ما كان سجين لدى المغرب في حرب أمقالة 1 أمقالة 2، كان من المسجونين، مئات المسجونين سجنهم الحسن الثاني وأفرج عنهم. الحسن الثاني في اتفاق مع مصر والسعودية، واليوم هو قائد الجيش في الجزائر. هنالك شيء يلفت الانتباه للأرقام. أرقام المغرب بالإحصائيات الدقيقة اليوم المغرب له 36 مليون نسمة. فالجزائر لا يمكن أن تكون لها 36 مليون نسمة، لا يمكن أن يفوق عدد سكانها 23-24 مليون نسمة، مستحيل، لأنه المغرب كانت نسمته أكثر. فنسمة الجزائر كانت في البحر الأبيض المتوسط، المدن التي توجد في هذه المنطقة. فتضخيم الأرقام مثل أمام العالم في الأمم المتحدة قال 1,300,000,000 متر مكعب يوميا في تحلية مياه بحر الأبيض المتوسط. فهذه الأرقام كانت خطة ربما من أجل تضخيم الأرقام، وأريد التنبيه لهذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.